السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. تقاسمت معاكم خبيزات ديال الفينو او السميد الناعم. كيجيو رائعين هاد الخبيزات، منسمين بشويه ديال الجبن والزيتون الخضر. نبداو معاكم في المقادير. عندي هنا 400 غرام ديال دقيق الفينو، شويه ديال الملحه والخميره ديال الخبز، واحد المعلقه صغيره ديال العسل. نقدروا نستغناو عليها داك العسل، نخليوها بلا عسل طبيعيه وكنعجنوه بالماء. كنلموا العجينه ديالنا كما كتشوفوا وكنخفوها شويه كتجي خفيفه. انا غير لميتها وخليت فيها داك الماء حتى تشرب شويه، مع كنجريوها شويه ما كنخليوهاش قاصحه. صافي كنغطيوها ببلاستيكه ونخليها حتى تشرب داك الماء اللي كبيت فيها وكترتاح، وعاد من بعد كنعاودو ندلكوها. خليتها شويه ومن بعد بديت كندلك فيها مزيان وضفت فيها هذا شويه ديال الزيتون خضر مقطع وشويه ديال الجبن. هذاك الجبن ماشي ضروري، تقدروا تنسموها بالاعشاب المنسمه ولا بالنافع ولا باش ما بغيتو. صافي كندلكها مزيان. انا كنخبطوها بحال اللي كنخدموا السفنج، كنخبطوها مزيان كنخليوها حتى كتخمر هانتوما وكيضاعف الحجم ديالها، وكنعاودو نخبطوها مره اخرى حيت غير الفينو بوحدو ضروري خصها تدلك مزيان. والعجينه كتبقى كما كتبان لكم، كتبقى شويه خفيفه، ما كنقصحوهاش بزاف. صافي نكوروا خبيزات صغار، ما خصهمش يجيو كبار، هادو يجيو صغيورين. عندي هنايا شويه ديال الفينو خلطته مع شويه ديال السميده ديال اللي كنديروا بها الحرشه والبغرير، ديك المتوسطه. صافي عندي هنا الصفيحه ديال الفران كندير فيها كنفرش فيها ورق الزبده وكنبدا نحط فيها الخبيزات ديالي. صافي حتى كنساليو هاد الخبيزات. انا هاد الكميه ديال الدقيق عطاتني 5 ديال الخبيزات. صافي كنخليهم يخمروا وكنشرطهم انا بديك داك الشفره ديال الحلاقه. كتكون خاصه هي بالخبيزات. كنشرطهم بهذا الشكل، شرطهم بالشكل اللي بغيتو، كندخلهم الفران حتى كيطيبوا ويتحمروا. هذا هو الشكل ديال الخبيزات، كيجيو رائعين وكيجيو خفاف ومجعبين، وكيجيو بهذاك المذاق ديال الزيتون وداك الجبن اللي ضفنا. كيجيو رائعين، المذاق ديالهم كيجي غزال مع زيت الزيتون، كيجيو يا سلام. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساونيش من اللايكات. نلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد وبالصحه والراحه.